فيلمنا بيبدأ بإيج واللي بيكون شاب متهم بقتل حبيبته، وبيصحى إيج من النوم وبيلاقي الصحفيين وأهل المدينة واقفين بره البيت وهم ماسكين لوحات بتوصفه بالشيطان وعايزين يخرجوه من المدينة. فبيطلع إيج من بيته وبيروح لبيت أهله وبيحاول يبعد عن عيون الصحافة وأهل المدينة، وبيقولوا له أهله إنهم هيساعدوه برغم إنهم مش مصدقين إنه بريء، وهو بيتضايق إيج إنهم مقتنعين إنه قتل ميرين حبيبته فعلا برغم إنه كان بيحبها جدا. وبيوصل ليه المحامي اللي ماسك قضيته واللي بيكون صديق طفولته، وهو بيقول له على أخبار سيئة وهي إن المعمل الجنائي اتحرق وبكده مفيش أي دليل يثبت براءته من تهمة قتل ميرين، لكن بيطمنوا ليه وبيقولوا إنه هيحاول بكل طاقته إنه يبرئه من القضية. وبيمشي إيج لبيت الشجرة اللي في الغابة واللي كان بيتقابل فيه هو وحبيبته ميرين دايما، وبيكون هو نفس المكان اللي اتقتلت فيه ميرين، وهناك بيشوف أهل المدينة وهم بيزوروا بيت الشجرة وبيصلوا هناك على روح ميرين. وبعد ما الكل بيمشي بينزل إيج من البيت وبيكسر في المكان وهو متعصب، وبتلحقه صديقته غلينيا وبتاخده معاها للبيت. وبيصحى إيج تاني يوم بعد ما بيكون نام في بيت غلين وبيحس بوجع غريب في راسه، ولما بيبص في المراية بيتفاجئ لما بيشوف قرون خارجة من جبهته، وبيروح يسأل غلينا إذا كانت شايفة حاجة غريبة في وشه، فبتقول له إنها شايفة قرون ولكنها بتتعامل معاه بطريقة عادية وكأن شيء عادي، وبتستأذنه تاكل كل الأكل اللي قدامها وبتاكله بشراهة كبيرة برغم إن معدتها وجعتها، وبتعترف له إنها عايزة تبقى تخينة لأن مفيش حد بيحبها. وبيستغرب إيج من كلامها وطريقة تعاملها الغريبة معاه، وبيسيبها وبيروح المستشفى يمكن يلاقي حل للقرون اللي ظهرت له فجأة. وهناك بيقابل واحدة ومعاها بنتها، وكانت البنت بتصرخ بقوة وعاملة إزعاج، وبتعترف له الأم إنها عايزة ترمي بنتها وتتطلق من جوزها وتهرب مع حبيبها، وما بيبقاش إيج فاهم هي ليه بتحكي له خصوصيات حياتها بالشكل ده. وبتقوم خناقة بين موظفة الاستقبال والأم بسبب صراخ بنتها المستفز، وبيحاول إيج إنه يفرق بينهم. ولما بيمسك إيد الأم بيشوف لحظات من حياتها، فبيسيب إيديها بسرعة وهو مخضوض وبيدخل الدكتور، وبيتعامل الدكتور مع إيج بشكل طبيعي وكأنه مش شايف القرون اللي ظاهرة له. ولما بيسأله إيج إذا كان شايف القرون أو لأ، فبيقول له الدكتور إنه شايفها ولكن بمجرد ما بيبعد عينه عنها بينساها. فبيطلب إيج من الدكتور يتدخل جراحيا ويحاول يشيل القرون بأي طريقة، وبيجهزوا الدكتور للعملية. وبعد ما بيتخدر إيج بيفتكر لحظاته بينه وبين حبيبته ميرين، وبيفتكر أول مرة شافها إيج في الكنيسة لما نسيت صليبها المكسور، وبياخده إيج وبيطلب من صاحبه ليه إنه يصلحه وبيرجعه لها. وبيفتكر أول مرة راحوا سوا لبيت الشجرة واعترفوا بحبهم لبعض لحد ما كبروا سوا وحبهم اللي كان بيكبر معاهم. وبيفوق إيج بعد العملية وبيشوف إن القرون حجمها زاد لدرجة إن المنشار ما قدرش يقطعها، وبيفهم إيج إن مش هيقدر يتخلص من القرون اللي ظهرت له. فبيروح للكاهن في الكنيسة علشان يطلب منه المساعدة، ولكن الكاهن بيقول له إن القرون ظهرت له بسبب جريمته لأنه قتل بنت بريئة، وإن الحل الوحيد للتخلص منها إنه يقتل نفسه وينتحر. وبيقلق إيج من كلام القس لأنه كلام غريب، وبيروح للي صاحبه وبيسأله إيج إذا كان شايف القرون، لكن بيقول له ليه إنه مش شايف حاجة. وبينصح إيج إنه يرتاح لأن الضغط اللي حصل له من بعد موت ميرين أثر عليه وخلاه يهلوس. وبيفكر إيج إن الناس الطيبين زي ليه ما بتشوفش قرون الشيطان اللي عنده. وبيروح إيج لبيت أهله لأن هم الوحيدين اللي هيساعدوه، وأول ما بتشوفه أمه بتقوله إنها ما بقتش طايقة تشوفه وإنه سبب تعاستها، وبتتمنى لو يسيبهم ويسافر علشان ترجع سعيدة تاني. ولما بيشوفوا أبوه بيعترف له إن هو اللي حرق المعمل الجنائي، وده لأنه بيتمنى إن إيج يتحبس ويخلص منه، وإنه كان دايما بيحسده على حب ميرين ليه وإنها خسارة فيه. وساعتها بيفهم إيج إن القرون بتجبر اللي قدامه إنه يقول الحقيقة اللي مخبيها في قلبه، وإن كمان عندها القدرة إنها تخليهم ينفذوا كلام إيج مهما كان طلبه. فبيقرر إيج إنه يستغلها ويوصل بنفسه لقتل حبيبته ميرين. وبيقدر إيج إنه يتخلص من الصحفيين اللي بيطاردوا دايما بعد ما بيقول لهم يعملوا مسابقة بينهم واللي هيفوز هيعمل معاه لقاء صحفي. فبيتخانقوا الصحفيين مع بعض لحد ما بيقتلوا بعض، وبيسيبهم إيج وبيروح البار اللي موجود في المدينة وبيسأل الموجودين عن أي معلومة يعرفوها عن جريمة قتل ميرين. وبيتكلم واحد في البار وبيقول له إنه في شاهدة جديدة في القضية واللي اعترفت على إيج إن هو اللي قتل حبيبته، وبتكون هي الجرسونة اللي في مطعم المدينة. وبيفتكر إيج آخر مرة شاف فيها ميرين لما كان عازمها في المطعم ده بعد ما قرر إنه يتقدم لها رسمي ويتجوزها، ولكن ميرين بتفاجئه لما بتقوله إنها مسافرة من المدينة وإنها عايزة تنفصل عنه وبتتمنى له الأحسن منها. وبيتعصب إيج وما بيكونش مصدق وبيفتكر إنها حبت شخص تاني، وبيسيبها في المطعم وبيخرج متعصب. وبيشوف أخوه تيري بره المطعم لكن مش بيرد على أسئلته وبيسيبه وبيمشي. وبيفوق إيج من ذكرياته وبيروح للمطعم وبيقابل الجرسونة والشاهدة الجديدة في القضية، وبيسألها عن سبب كذبها برغم إن كل اللي في المطعم شافوه خارج لوحده ليلة قتل ميرين. فبتقوله الجرسونة إنها كانت عايزة تبقى مشهورة وصورها في كل مكان حتى لو اتشهرت بالكذب.
وبيسيبها إج وبيروح لأخوه البار اللي بيعزف فيه، وبيقوله على الأخبار الجديدة اللي حصلت في قضيته وعن الشهادة اللي بتتهم إج إنه ضرب ميرين ليلة موتها وسحبها معاه بالإجبار للعربية. فبيقول له تيري أخوه إن الشهادة أكيد كدابة لأن في اليوم ده ميرين مشيت معاه هو، وهو بيتفاجئ إج من اعتراف أخوه، وده لأنه أنكر إنه شاف ميرين ليلة قتلها، وهو بيتخانق معاه إج، وأول ما بيلمسه بيقدر إنه يشوف ذكريات تيري مع ميرين لما بيعرض عليها يوصلها، وبيحاول يتحرش بيها وهما في الطريق، ولكن ميرين بتصده وبتسيبه وبتنزل لبيت الشجرة، وبيحاول تيري يوقفها لكنها بترفض، فبيقول لها إنه هيستناها لحد ما ترجع. وبيروح تيري في النوم وبيصحى تاني يوم وبيلاقي جنبه حجر فيه دم، فبيتخض وبيقوم يدور على ميرين وبيلاقيها مقتولة عند بيت الشجرة، فبيترعب تيري من المنظر وبيرمي هدومه والحجر اللي فيه دم ميرين في البحر. وبعد ما بيشوف إج ذكريات تيري بيضربه لأنه جبان ومحاولش إنه يساعده، وبتوصل الشرطة وبتعتقل إج لأنه ممنوع يخرج بره المدينة بسبب إنه متهم في قضية قتل، لكنه خالف القوانين وخرج للبار اللي بعد حدود المدينة، وبيقدر يطلعوا ليه من السجن بكفالة. وبيشوف إج سلسلة ميرين في رقبة ليه، فبيسأله ليه سلسلة ميرين معاه، فبيعترف له ليه إن ميرين كانت بتحبه هو، وإن ده كان سبب رفض ميرين ليه يوم ما تقدم لها في المطعم، ولكنهم خبوا عليه الحقيقة لأنهم ما كانوش حابين يخسروا إج كصديق ليهم. وهو بيتصدم إج من كلام صاحبه وبيسيبه وبيمشي بعد ما بيعرف إن حتى صديقه الوحيد خانه، وبيروح لمكان مهجور وبيحاول إنه يكسر القرون بأي شكل ولكنه بيفشل، وبيتفاجئ إن حواليه مجموعة كبيرة من التعابين وإنه قادر يتحكم فيها، وبيفهم إن دي ميزة جديدة من مميزات القرون، وساعتها بيقرر إنه يستغلها وينتقم من كل واحد كان ليه يد في قتل حبيبته ميرين. وبيبدأ بالجرسونة وبيتحكم في التعابين وبيخليها تعضها وبتشوه جمالها اللي كانت عايزة تتشهر بيه، وبيروح لأخوه وبيلومه على عدم مساعدته لميرين أو حتى إنه كان يعترف يمكن كانوا لقوا القاتل الحقيقي، وبيأمره ياخد حبوب المخدرات اللي معاه، وهو بيسمع تيري الكلام بسبب قوة القرون اللي بتسيطر عليه، وبياخدها تيري وبسبب إن الجرعة كانت كبيرة بيهلوس تيري وبيحس بنفس الإحساس اللي عاشته ميرين وهي بتموت. وبيروح إج يقعد على البحر وبيجيله ليه وبيقول له إنه حاول يوصل له ويكلمه كتير ولكن معرفش يوصل له، وبيكون إج رافض إنه يسمع منه أي كلام أو يتكلم معاه، وبيتخانق معاه إج وبياخد منه سلسلة ميرين، واللي أول ما بيشيلها من رقبة ليه بيقدر ساعتها إنه يشوف القرون، وبيفهم إج إن الصليب هو اللي كان منعه إنه يشوفهم وبيحميه منهم، وإنه مش شخص طيب زي ما كان فاهم، وبيأمره إج يعترف بكل حاجة عن ميرين وعلاقته بيها، وساعتها بيعترف ليه إنه ما كانش قصده يقتلها، وبيعرف إج إن ليه هو القاتل الحقيقي لميرين، وبيمسكه إج علشان يقدر يشوف ذكرياته، وبيشوف إج إن ليه كان بيراقبهم يوم ما كانوا في المطعم، وبيمشي ورا تيري أخوه وهو بيوصل ميرين، ولما بتسيبه وبتنزل بيمشي وراها وبتحس بيه ميرين وبتقوله يسيبها لأنها محتاجة تبقى لوحدها، ولكن ليه بيعترف لها بحبه وبيقول لها إنه بيحبها من هم صغيرين، ولكن صاحبه إج هو اللي أخدها منه، فبتتعصب عليه ميرين وبتقوله إنها ما حبتش غير إج وهتفضل تحبه للأبد، وهو بيتنرفز ليه من كلامها وبيضربها وبيغتصبها، ولما بتحاول ميرين تقاومه بيضربها بحجر على دماغها وبيموتها، وبعدها بياخد الحجر وبيحطه في ايد تيري في العربية، وده علشان يثبت ان تيري هو اللي قتلها، وهو بيتصدم إج من اللي بيشوفه من ذكريات ليه وان صاحبه الوحيد هو السبب في موت حبيبته، وبيقاوم ليه إج لحد ما بيقدر يتغلب عليه وبيرميه في العربية وبيولع فيها، وبتقع العربية وهي بتولع في إج في البحر، وبيقول ليه للصحافة ان إج اعترف بجريمته ليه، وبعدها ما قدرش يتغلب على احساسه بالذنب انه قتل حبيبته فبينتحر، وبيبدأ الخبر ينتشر بين الناس وفي المدينة، ولكن بعدها بنشوف إج وهو خارج من المية وجسمه مشوه من الحروق ولكنه بيكون عايش وقدر يتحرك، وبنفهم ان دي ميزة جديدة للقرون، وبيروح إج لبيت حبيبته ميرين، واللي اول ما بيشوف والد ميرين بيقول له انه برغم انه سمع خبر موت اللي قتل بنته ولكنه مرتاحش، وقتها بيتأكد من إج انه بريء وان اللي قتل بنته هو تيري، وبيديله والد ميرين مفتاح لقاه في اوضة بنته، فبيديله إج سلسلة ميرين لكن بيقول له ابوها ان هو اللي محتاج دلوقتي للسلسلة دي، واللي اول ما بيلبسها إج بيرجع فجأة لشكله الطبيعي من تاني، وبياخد المفتاح وبيروح لبيت الشجرة وبيفتح مخبأهم السري، وبيشوف رسالة من ميرين كانت كاتباها له بالشفرة السرية اللي كانت بينهم، واللي بتقول له فيها انها بتحبه جدا وهتفضل تحبه، ولكنها اكتشفت انها مريضة سرطان ورثته من امها، ولانها مش هتقدر تشوفه بيتعذب بسببها فقررت انها تسيبه وتواجه هي مصيرها، وان وقت ما هيقرا الرسالة دي هتكون هي ماتت. واخيرا بيفهم إج تصرفات ميرين لما قالت له انها مش عايزة تكمل معاه، وهو بيتأكد انها ماتت بتحبه زي ما عاشت طفولتها وشبابها وهي بتحبه، وبيروح إج عند ليه وبيكون ليه مش فاكر اي حاجة حصلت في اخر مقابلة بينهم، وده لان القرون بتحمي اي ذكريات متعلقة بيها، وبياخد إج
بيجي ليه البيت الشجرة وبيأمره يعترف قدام الضابط وأخوه تيري عن جريمته، ولكن ليه بيقدر ياخد البندقية من الضابط وبيضرب تيري طلقة في رجله وبيقتل الضابط، فبيشيل إج سلسلة من رقبته وبيتحول لهيئة أقرب للشيطان، وهو بتقوم بينه وبين ليه خناقة كبيرة وهو بيقدر في النهاية إنه يقتله بالقرون، وبتلف التعابين حوالين ليه وبتقضي عليه تماما بطريقة بشعة، وبعدها بيقع إج على الأرض وبيتحول لتمثال من الصخر، وهو بيموت في نفس المكان اللي ماتت فيه حبيبته بعد ما نفذ وعده وبياخد لها حقها من اللي قتلها. الفيلم ده بصوت عبد الله طارق بتاع فيلم في خلاط، وكتبت السكريبت ندى احمد. وما تنساش تعمل لنا فولو لو انت على الفيسبوك، وكمان تتابعوني على الصفحه الجديده بتاعتنا، وسبسكرايب لو انت على اليوتيوب وتفعل الجرس، وما تنسوش تقترحوا علينا افلام حابين ان احنا نلخصها، واستنونا في فيلم جديد في الخلاط. يلا سلام.